تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لو مصر كانت مكان ايران في المواجهة مع اسرائيل؟ هل فعلا كانت اسرائيل هتضرب بنفس الجراءة ولا الحسابات هنا كانت هتبقى متغيرة بالكامل؟ خليك فاهم ان مصر اكبر قوة عسكرية عربية وعندها واحدة من اعقد انظمة الدفاع الجوي في الشرق الاوسط. عندك شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات وانظمة روسية وامريكية واوروبية وحتى الصينية، كل ده مربوط ببعضه في شبكة واحدة. يعني ببساطة اختراق المجال الجوي المصري مش مهمة سهلة، لكن القصة مش دفاع جوي بس. مصر عندها جيش ضخم جدا، اسطول جوي كبير، وقوات بحرية بتتحرك في البحر الأحمر والمتوسط. ده طبعا غير برنامج الصواريخ والتسليح اللي دايما جزء كبير منه بيبقى غير معلن. علشان كده في دوائر عسكرية كتير بيقولوا إن أي مواجهة مباشرة بين مصر وإسرائيل مش هتبقى مجرد ضربة ورد، دي ممكن تتحول خلال ساعة لحرب إقليمية كاملة، لأن المعادلة هنا خطيرة جدا. إسرائيل عندها تفوق تكنولوجي كبير ودايما في دعم غربي واضح، لكن مصر عندها عمق جغرافي ضخم وجيش تقليدي من الأكبر في المنطقة. يعني ببساطة ما فيهاش انتصار سهل أي حرب بينهم، وده بالظبط السبب اللي مخلي المواجهة المباشرة بينهم تقريبا خط أحمر غير معلن. لكن السؤال اللي يفضل مطروح، لو حصلت مواجهة حقيقية يوما ما، هل المنطقة كلها هتقدر تتحمل نتائجها، ولا احنا بنتكلم عن حرب ممكن تغير خريطة الشرق الأوسط بالكامل حرفيا؟ فانت ممكن تقولي ايه اللي ممكن يحصل لو كانت مصر مكان ايران في المواجهة مع اسرائيل؟ هستنى اراكم في الكومنتات، وما تنساش تعمل اللايك وانت خارج.